جيت بزحف مليوني ألتف يا نفس هوني للما لحظة ينسوني من الخير يحضروني نبتة بجنة غرسوني جودوشي ما يسقوني خادمهم يعرفوني من كل علة داووني من كل علة داووني. هل شيعة أهل البيت مخالفون لسنة رسول الله؟ من الذي اتبع سنة رسول الله؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. ومن الذي اتبع هذا الحديث؟ الشيعة أم غيرهم؟ من الذي أخذ بأحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت من جميع المسلمين؟ الشيعة وحدهم هم الذين ساروا على ضوء أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت واتبعوا سنة رسول الله في ذلك. الرسول الأعظم يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فمن الذي سار على سفينة أهل البيت؟ الشيعة أم غيرهم؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. وأهل بيتي باب حطة من دخله كان آمنا. هذه الأحاديث التي تأمرنا باتباع أهل البيت والسير على روايات أهل البيت الواردة في مسند أحمد بن حنبل والصواعق المحرقة لابن حجر وكنز العمال والحاكم في مستدركه، من اتبع هذه الأحاديث غير الشيعة؟ من سار على هدى أهل البيت غير الشيعة؟ فأهل الشيعة هم أولى الناس باتباع سنة رسول الله، لأنهم طبقوا أحاديثه وطبقوا أوامره وساروا على مذهب أهل البيت لأن الرسول أمرهم بذلك. وليس الشيعة مخالفين لسنة رسول الله. فهل أمرنا رسول الله باتباع مالك أو باتباع أحمد بن حنبل أو باتباع الشافعي أو باتباع أبي حنيفة؟ وهل يوجد حديث واحد عن الرسول يأمرنا باتباع واحد من هؤلاء؟ بينما توجد الأحاديث الكثيرة التي تأمرنا باتباع أهل البيت سلام الله عليهم. فدع عنك قول الشافعي وأحمد ومالك والمروي عن كعب أحباري ووالي أناسا ذكرهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. جيت بزحف مليوني ألتف يا نفس هوني للما لحظة ينسوني من الخير يحضروني نبتة بجنة غرسوني جودوشي ما يسقوني خادمهم يعرفوني من كل علة داووني من كل علة داووني.